السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في موقع Think with Mr. أحمد أو Think with me. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله النهاردة أول دروس المنهج الجديد. هنبدأ بالصف السادس اللي هو Unit 1 Lesson 1. الوحدة الأولى الدرس الأول بنتكلم فيها أو عنوان الوحدة بيقول لي Green Cities. Green Cities. احنا عارفين كلمة سيتي من السنة اللي فاتت وجرين سيتيز يعني مدن خضراء. جرين سيتيز يبقى مدن خضراء. يلا نبدأ بسم الله. هنبدأ بالكلمات الجديدة اللي هي the new word. the new words احنا عارفين الكلمات الجديدة اللي احنا هنقولها دلوقتي مطالب مننا ان احنا نحفظها، علشان كده عايزك وانا بنقول الكلمات تردد ورايا عشان تحفظ الكلمات دي. اوكي يلا بينا بسم الله. أول كلمة عندنا والكلمة الأساسية في الوحدة بحالها اللي هي كلمة urban. urban urban يعني حضري. يعني إيه كلمة حضري بالعربي؟ يعني تابع للمناطق الحضرية. يعني تابع للمناطق الحضرية يعني إيه؟ يعني تابع للمدن، حاجة تبع المدن. يبقى urban يعني حضري أو تابع للمدن أو تابع للمناطق الحضرية. طب الفكرة الرئيسية في الوحدة اللي عندنا حاجة اسمها urban greening. urban greening يعني تخضير المناطق الحضرية. ازاي يعني هم عايزين نتعاون مع بعض ونزرع المناطق الخضرية دي. المناطق الحضرية يعني مثلا احنا عندنا في المدينة عندنا جدران ومباني وعربيات وطرق وتاكسيات واتوبيسات، كلها حاجات ايه يعني كده، لكن هم عايزين يخضروا المناطق الحضرية دي، يعني يضيفوا فيها العنصر الأخضر وهو النبات. يبقى urban greening يعني تخضير المناطق الحضرية. اوكي يلا بسم الله. تعال ناخد أول كلمة عندنا كلمة apartment block. apartment block يلا نكرر ورايا كده. apartment block. apartment block يعني عمارة سكنية. apartment خدناها السنة اللي فاتت يعني شقة، وبلوك يعني عمارة. يعني عمارة عبارة يعني عمارة بتكونها من شقق. apartment block يعني عمارة سكنية. يلا قول ورايا كده. أيوة apartment block. apartment أيوة block. apartment block. thank you. chemicals. chemicals ناخد بالي من ان السي اتش المرة دي هتنطق، فاحنا هنقولها chemicals. chemicals يعني اللي هي المواد الكيميائية. chemicals المواد الكيميائية. chemicals. chemicals تمام. harvest. harvest. harvest يعني يحصد، يعني يجمع المحاصيل بعد ما تستوي، اسمها harvest. harvest. natural fertilizer. natural fertilizer. natural جاي من كلمة nature صحيح. nature يعني الطبيعة. natural يعني طبيعي، يعني مش داخل فيه مواد كيماوية، يعني حاجة تبع الطبيعة. إيه هي الحاجة اللي تبع الطبيعة؟ حاجة اسمها fertilizer. fertilizer يعني السماد. fertilizer اللي هو الإيه؟ السماد، الحاجة اللي إحنا بنحطها في الأرض علشان تزود خصوبة الأرض. أوكي؟ زي ما إحنا شايفين ده natural fertilizer يعني سماد طبيعي. سماد طبيعي يعني مفيش مواد كيماوية جاي من روث الحيوانات ماشي أو مخلفات الزراعية، اسمه natural fertilizer. يلا نقول بعض ها. natural fertilizer. بعد كده كلمة سهلة وكلمة عارفينها كلنا اللي هي كلمة أيوة plant. plant. plant يعني لها معنيين، معنى يزرع ومعنى نبات. يبقى لو جت كفعل معناها plant، يعني مثلا الولد ده he plants a seed يعني هو بيزرع بذرة. plant. طيب البذرة ديت لما تكبر هتبقى ايه؟ plant. plant يعني نبات. اوكي يبقى plant. roof.
roof. roof يعني السطح بتاع المكان، ماشي، يعني نقوله this is a roof. السقف بتاع المكان اللي فوق ديت نسميه roof. community garden. community garden. community garden الكلمة دي مرت علينا السنة اللي فاتت برضو، اللي هي الحديقة المجتمعية، اسمها community garden. community garden يعني حديقة مجتمعية. يعني حديقة مجتمعية هي مكان بيزرعوا فيه والناس اللي هي موجودة في المجتمع أو حول الحديقة دي. هنتعرف على معناه بالإنجليزي، مش عايز نقول معناه دلوقتي بالعربي لحد ما نعرف معناه بالإنجليزي. اسمه community garden. community garden يعني حديقة مجتمعية. طيب space. space. space يعني فراغ أو مساحة، والفضاء برضو اسمه space. space يبقى space معناه مكان فاضي أو فراغ أو مساحة فاضية، خلاص، أو معناه الفضاء الخارجي زي ما احنا شايفين كده، يبقى دي space. space. طيب تعالى نقول الكلمات دي بسرعة تاني كده عشان نحفظها. يلا. apartment block. apartment block. chemicals. chemicals يعني مواد كيماوية. harvest. harvest. natural fertilizer. natural fertilizer. plant. plant. roof. roof. community garden. community garden. space. space. يلا go on نكمل بقية الكلمات. volunteers. volunteers يعني متطوعون، يعني ناس بتعمل عمل بدون أجر، اسمهم volunteers. أيوة volunteers. كمان مرة، ها، volunteers. طيب neighborhood. 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 neighborhood يعني الجيرة أو الجيران، ماشي. يعني we play football with our neighborhood. يعني نحن نلعب كرة قدم مع neighborhood اللي هم الجيران بتوعنا أو الجيرة بتاعتنا، اسمها neighborhood. sell. عندنا كلمة sell يعني يبيع. sell. sell. peppers. peppers ودي كلمة جديدة النهاردة برضو، يعني فلفل. الفلفل اسمه peppers. peppers. lettuce. يا ترى lettuce دي تبع الخضروات برضو، يا ترى يعني ايه lettuce؟ lettuce. ايوه lettuce يعني الخس. lettuce. lettuce. dates. dates. dates يعني بلح. dates. dates. middle. middle. middle يعني في المنتصف، بنقولوا this boy is in the middle، يعني الولد ده في المنتصف، في النص ما بين دول دي. middle. middle. organic. organic. organic يعني طبيعي، مش داخل فيه مواد كيماوية. organic. نسميه مثلا organic food يعني الطعام الأورجانيك، الطعام اللي مش داخل فيه مواد حفظ. اوكي، نقول تاني بسرعة الكلمات ديت، ماشي. أول كلمة اسمها إيه؟ أيوة volunteers. volunteers. طيب تاني كلمة neighborhood. neighborhood. ثالث كلمة sell. sell. peppers. peppers. lettuce.
lettuce, dates, middle فاكرينها في المنتصف، middle، organic. تعال نكمل شوية كلمات كمان، يلا. produce معناها ينتج، يعني قلنا في سنة رابعة farmers produce many things. يعني الفلاحين بينتجوا كثير من الأشياء. تمام. 1 square meter يعني مساحة متر مربع. لو قلنا إن دي مساحة متر مربع يعني عبارة عن مكان طول أضلاعه مربعة، ماشي، كل ضلع منهم 1 متر، يعني ده 1 متر وده 1 متر وده 1 متر وده 1 متر، يبقى ده بنسميه 1 square meter يعني مساحة متر مربع واحد. يبقى المساحة متر مربع يعني متر في متر. اوكي. تعال نعرف بعض الكلمات والماضي بتاعها. عارفين احنا الكلمة ديت كلمة clean يعني ينظف، والماضي cleaned. come يعني يأتي، والماضي came. work يعني يعمل، والماضي worked. use يعني يستخدم، used الماضي، used. يعني مثلا نقول I use the computer to make this video. يعني أنا بنستخدم the computer الكمبيوتر to make this video عشان نعمل هذا الفيديو. يبقى كلمة use. make يعني يصنع، والماضي made. harvest. فاكرين كلمة harvest؟ أيوة، يحصد، والماضي harvested. يلا قول ورايا كده. thank you. harvested. grow يعني يزرع أو ينمو، والماضي grew. sell. فاكرين كلمة sell يعني يبيع، sold باع. sold. كمان مرة. تمام. eat. عارفين الكلمة دي من زمان، eat يعني يأكل، والماضي ate. plant يعني يزرع، planted. mean يعني تعني، الحاجة دي معناها كده. تمام. يبقى مثلا لو قلنا كلمة plant means، كلمة plant تعني يزرع، يبقى plant means يعني تعني. mean الماضي بتاعها meant. produce يعني ينتج، والماضي produced. thank you شاطرين. produced. اوكي. تعالى نكمل. دلوقتي بقى هنبدأ المحادثة بتاعتنا، وهنتكلم عن زمايلنا اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. يا ترى مين ومين؟ عايزين نعرف اساميهم. وقول listen and read. عايزك تسمع، وانت بتسمع تقرا معايا برضو على الشاشة. بقول لي، وبعد ما نقرا ونسمع المحادثة اللي ما بين زمايلنا وبعض، بقول لي عايزين نجاوب على السؤال دوت اللي هو where does Mariam go on Friday؟
Where does مريم go on Fridays؟ وها يعني ايه السؤال ديت؟ أيوه، متى مريم go تذهب on Fridays يعني في أيام الجمعة. يا ترى مريم بتروح فين يوم الجمعة؟ عايزين نعرف يا مريم بتروح فين يوم الجمعة. طيب تعال نشوف كده ايه المحادثة بتاعتنا. أول حاجة عندنا زميلتنا الأولانية اسمها نبيلة. نبيلة بتقول لها إيه؟ بتقول لمريم إيه؟ No school tomorrow. No school tomorrow. بدي على طول بتقول لها ما فيش مدرسة بكرة. No school tomorrow. Do you want to come to my house? Do you want to come to my house؟ تقول لها do you want يعني تريدي. To come to my house عايزة تيجي البيت بتاعي. Do you want to come to my house؟ نبيلة بتعرض عليها إن هي تروح البيت بتاعها. طيب مريم موافقة ولا مش موافقة؟ تعالى نشوف كده صار. مريم قالت لها thanks نبيلة. بتقول لها إيه؟ شكرا يا نبيلة. يا ترى موافقة كده؟ but. أيوه but دي على طول عارفين إن إحنا بناخد بالنا إن في حاجة إيه؟ عكس اللي قالت. يبقى نبيلة مريم قالت لها thanks نبيلة، شكرا يا نبيلة، يعني شكلها كده ممكن توافق، لكن قالت but ولكن يبقى في حاجة مش هتمنعها إن هي تروح. I always help my aunt on Friday afternoon at the community garden. إيه اللي عندها بقى مريم يوم الجمعة؟ بتقول لها I always أيوة help دايما بنساعد my aunt عمتي أو خالتي on Friday afternoon في يوم الجمعة بعد الظهر at the community garden في الحديقة المجتمعية. حاجة صعبة ديت. يبقى تلاقي مريم تلاقي thanks نبيلة but I always help my aunt on Friday afternoons at the community garden. طيب تمام، تعال نشوف بقى نبيلة قالت لها ايه. نبيلة استغربت قالت لها the community garden. شوف عملتها سؤال، بتقول لها the community garden الحديقة المجتمعية. شكلها كده مش عارفة يعني ايه حديقة مجتمعية. What's that؟ ايه دي؟ ايه الحديقة المجتمعية دي؟ يعني ايه حديقة مجتمعية يعني؟ يعني هي بتستفسر منها بتستوضح كده. The community garden what's that؟ ما هذه؟ ايه community garden دي؟ تعال نشوف بقى مريم بتشرح لها community garden بتقول لها ايه؟ بتقول لها it's a big green space. فاكرين كلمة space؟ ايوه big green space يعني مكان فاضي اخضر وكبير، يبقى مساحة خضراء كبيرة فارغة. On the roof of my aunt Salma's apartment block. On the roof يعني فين؟ أيوة على سطح my aunt Salma's apartment block على سطح العمارة بتاعت عمتي أو خالتي سلمى. The people who work there الناس اللي بتعمل هناك. The people هم الناس who work there اللي بيعملوا هناك are all volunteers بيكونوا كلك ايه؟ ايوه متطوعين. From the neighborhood منين؟ من الجيرة يعني من الجيران. يبقى كل الناس اللي في العمارة واللي حوالينها في الشارع دول يسموهم neighborhood. خلاص يبقى the people who work there الناس اللي بتعمل هناك are all volunteers بيكونوا كلك متطوعين from the neighborhood من الجيران. We grow vegetables to eat. بيزرعوا ايه يا ترى؟ ايوه vegetables خضروات to eat عشان يعملوا فيها ايه؟ عشان ياكلوها. بس ياكلوها بس. And sometimes we sell them in the market. ايوه sometimes يعني احيانا واحنا احيانا we sell them in the market يعني بنبيعوها في السوق. يبقى بنزرع خضروات عشان ناكلوها وساعات ايه او احيانا بنبيعها في السوق ايضا. اوكي يبقى تعالى نتعرف بقى يعني ايه community garden. يبقى it's a big green space on the roof of my aunt Selma's apartment block. The people who work there are all volunteers from the neighborhood. We grow vegetables to eat and sometimes we sell them in the market too. Okay جميل خالص.
طيب تعال نشوف بقى بعد كده، نكمل المحادثة طويلة شوية بس هنكملها إن شاء الله وتبقى جميلة معاك. طيب نبيلة قالت لها إيه؟ That's interesting. That's interesting يعني ذلك شيء. يا نهار أبيض، ده حاجة جميلة خالص إن إحنا بنزرع. What things do you grow؟ إيه الحاجات اللي إحنا بنزرعها اللي أنتوا بتزرعوها؟ What things do you grow؟ إيه الحاجات اللي أنتوا بتزرعوها؟ بتزرعوا إيه؟ vegetables بس؟ تعال نشوف إيه اللي بنزرع كمان في الكوميونتي جاردن. مريم well. لا حسنا. We usually plant tomatoes, peppers, onions, lettuce. أيوة بتزرعوا إيه؟ شاطرين، برافو عليك. عادة بيزرعوا tomatoes. أيوة طماطم. peppers. فاكرين peppers اللي كان أحمر من شوية كده؟ أيوة اللي هو الإيه؟ أيوة الفلفل. onions. فاكرين كلمة onions؟ أيوة البصل. lettuce. lettuce يعني خس. يبقى بيزرعوا tomatoes, peppers, onions and lettuce. Okay. things people eat all the time. اللي الناس بتاكلها إيه؟ طول الوقت. sometimes we also plant fruit trees. مش كده بس، ده كمان بيزرعوا في بعض الأحيان بيزرعوا إيه؟ fruit trees يعني أشجار فاكهة. طيب إيه شجر الفاكهة اللي زارعينه السنة دي فوق السطح بتاع أنت سالمون's apartment block؟ This year we have lemons and dates. يا نهار أبيض، ده زارعين السنة دي إيه؟ lemons and dates يعني ليمون وبلح. شاطرين. يبقى هم السنة دي زارعين إيه؟ ليمون وبلح. طب جميل خالص والله، الحديقة المجتمعية دي بتعمل حاجات حلوة. طيب يلا بينا نقولها تاني. يبقى مريم بتقول well we usually plant tomatoes, peppers, onions, lettuce. things people eat. things people eat حاجات اللي بتاكلها الناس all the time طول الوقت. sometimes we also plant fruit trees. This year we have lemons and dates. Okay. طيب يا ترى نبيل هتسألها تقول ايه تاني؟ And you grow all this food in the middle of the city. واو. بتقول لها انا ربي مستغربة مبسوطة خالص نبيلة. بتقول and you grow all this food. وانتوا بتزرعوا كل هذا الطعام in the middle of the city في وسط المدينة. واو. يعني بتقول لها يا نهار ده حاجة جميلة خالص انتوا بتزرعوا فود في وسط المدينة. طيب تعالى نشوف مريم بتقولها ايه. قالت لها يس. ايه بقى فوائد الكوميونتي جاردن تاني غير ان هي بتزرع الحاجات في وسط المدينة؟ It means people can grow their own fresh food. حاجة مهمة كمان ان الناس ممكن تزرع ايه؟ their own fresh food يعني الطعام الطازج بتاعها. and it's organic too. وايه كمان organic يعني هم ما بيستخدموش فيه مواد حافظة. and it's organic too وبدون مواد حافظة أيضا. okay. which means we only use natural fertilizers. يبقى بتقول لها كلمة organic معناها إيه؟ معناها means we only use natural fertilizer. يعني إحنا بس بنستخدم فقط نستخدم natural fertilizer. فاكرينها؟ أيوة السماد الطبيعي. We never use chemicals. وكلمة never يعني أبدا ما بنستخدمش أبدا الإيه؟ المواد الكيماوية. يبقى فايدة كمان مريم بتضيف فايدة كمان للكوميونتي جاردن إن إيه؟ yes it means أيوه people can grow their own fresh food. أيوه and it's organic too. بتكون إيه؟ organic صح. يعني إيه organic؟ which means we only use إيه؟ أيوه natural fertilizer. we never use chemicals. تمام؟ تعال نكمل. نبيل قالت لها does your garden produce a lot of vegetables؟ does your garden أيوه هل does your garden produce a lot of vegetables؟ يا ترى هل الحديقة بتاعتكم بتنتج كتير من الخضروات؟ تعال نشوف يا ترى المملضين نفسهم وزارعين السطح بتاع العمارة وبينتجوا قد إيه.
ما لما تلاقي yes it does يا نهار أبيض بتنتج كتير. From just 1 square meter of roof garden we can harvest 20 kilos of vegetables a year. طيب يبقى بقول لي من فقط 1 square from just يعني من فقط 1 square from just 1 square meter of roof garden يعني بس من 1 متر مربع من الحديقة بتاعت السطح ديت we can harvest 20 kilos of vegetables. ممكن إن إحنا نحصد 20 كيلو من من الخضروات أي في السنة. And that's not all. ودي مش كل فوائد community garden. Roof gardens also help clean the air. يبقى دايما الحدائق المجتمعية كمان بتعمل بتساعد في تنظيف الهواء. In the city في المدينة. So that's good for people's health. وده مفيد لصحة الناس. يبقى community garden مفيدة كمان إن هي بتنقي الهواء بتاع المدينة وده مفيد عشان صحة الناس. And they are a great place to meet people and make friends. وكمان great place يعني مكان عظيم to meet people عشان نقابل الناس and make friends ونصنع صداقات. يبقى الكوميونتي جاردن لها فوائد كتير هي. أول حاجة إن هي بتزرع الحاجة بتاعتك أورجانيك تمام؟ وإن هي بتحصل على 20 kilos of vegetables أي تمام؟ وإيه كمان الروف جاردن helps clean the air بتساعد على تنقية الهواء ماشي. وبعد كده و good for people's health مفيدة لصحة الناس و great place to meet people ومكان عظيم إن أنت تقابل الناس and make friends. community garden دي فكرة جميلة خالص. طيب تعالى نشوف نبيلة بقى بتقولها إيه. بنقولها إيه it sounds great. والله صراحة الكلام اللي أنت بتقوليه ده مريم sounds great يعني يبدو رائعا عظيما. مريم it sounds great مريم. We need more community roof gardens like that in our city. يعني احنا محتاجين we need more community roof gardens يعني حدائق السطح المجتمعية ديت in our city محتاجين زيها كتير في المدينة بتاعتنا تمام. طيب تعال نشوف بقى يا ترى نجاوب على السؤال بتاعنا. بيقول where does Mariam go on Fridays يعني أين مريم بتذهب أيام الجمعات. بتروح فين مريم؟ أيوة thank you. يبقى she goes to أيوة the community garden صح. فين community garden صح at her aunt Salma's. أيوة عند بيت سلمى بيت عمتها سلمى اللي هو فين حتى أيوة at the apartment block. يبقى she goes to her aunt Salma's apartment block to work on the community garden. Okay. طيب شاطرين خلاص وممتازين. تعالوا نشوف يا ترى ايه اللي اتعلمناه من المحادثه بتاعتنا. ايه الحاجات الجديده اللي احنا اتعلمناها من المحادثه بتاعتنا. عشان كده انا اعمل لك حاجه اسمها what's new. what's new يعني ما الجديد. ايه الحاجه الجديده؟ اول حاجه الدعوه invitation. ازاي تعزم واحد او تدعيه على حاجه. تعال نشوف كده. ايوه يبقى لما نبيله قالت لها ايه قالت لها صح كده do you want to come to my house. يبقى انت لو عايز تعزم واحد على حاجه تقول له do you want to. do you want to هل انت تريد ان. هل انت عايز تعمل كذا. ونقول الحاجه اللي انا عايزه يعملها بعد ايه do you want to. يبقى do you want to come to my house. هل انت عايزه تيجي لبيتي. طب ايه رايكم مريم وافقت؟ لا صح ما وافقتش. طب لما ما وافقتش قالت لها ايه؟ قالت لها برافو عليك thanks نبيلة. قالت لها thanks نبيلة but. يبقى لما قالت معنى كلمة but هنا إن هي هتناقض الكلام اللي بتقوله. بتقول لها thanks نبيلة شكرا يا نبيلة but ولكن I am busy I go to my aunt
سلمز ابارتمنت بلوك. ايوه، يبقى ديت ايه بات، قالت لها السبب بقى اللي مش هيخليها ايه توافق على العزومه بتاعتها دي. يبقى لما نقول ثانكس فلان وبعدين بات، اول ما نقول بات يبقى كده انا بنرفض الايه العزومه دي، بس باسلوب مؤدب. طيب افرض انا عايز نوافق على العزومه دي، هنقول له ايه؟ هنقول له that is so kind of you. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها ممكن نقولها ان احنا نقول ايه؟ that is so kind of you، يعني انه لطف منك ان انت تعزمنا على الحاجه دي. يبقى that is so kind of you. جميل كده. ايه كمان اتعلمناه؟ asking for clarification، اللي هو السؤال عن الاستيضاح. ايوه صح كده، لما كانت نبيله مش عارفه يعني ايه community garden، قالت لها ايه؟ قالت لها the community garden what's that. يبقى بنقول الحاجه كده وكاننا بنستغرب منها، وبعدين نقول what's that، وما هذه، ايه دي، ايه الحاجه دي. تمام. طيب بدات بقى ايه مريم تشرح لها what is the community garden. بدات تقول لها it's انها تكون، وبدات تقول لها الصفات بتاعت community garden. يعني قالت لها ايه؟ ايوه it's a big space. It's a big green space on the roof of my aunt Salma's apartment block. بدأت تشرح لها بقى إيه what is the community garden. تمام؟ هنكمل. بقول لي listen again and answer the question. خلاص إحنا قدمنا المحادثة وشفناها وتعرفنا على الكلمات اللي فيها. تعالى بقى نسمع المحادثة مرة كمان ونعمل إيه؟ هنجاوب على الأسئلة بقى. عندنا نبيلة and ماري. تعالى نسمع اللي حصل وبعد كده نجاوب على الأسئلة. اسمع يلا معايا كده. No school tomorrow. Do you want to come to my house? Thanks, Nabila, but I always help my aunt on Friday afternoons at the community garden. The community garden? What's that? It's a big green space on the roof of my aunt Salma's apartment block. The people who work there are all volunteers from the neighborhood. We grow vegetables to eat, and sometimes we sell them in the market, too. That's interesting. What things do you grow? Well, we usually plant tomatoes, peppers, onions, lettuce, things people eat all the time. Sometimes we also plant fruit trees. This year we have lemons and dates. And you grow all this food in the middle of the city? Wow. Yes, it means people can grow their own fresh food and it's organic too, which means we only use natural fertilizer, we never use chemicals. Does your garden produce a lot of vegetables? Yes, it does. From just 1 square meter of roof garden, we can harvest 20 kilos of vegetables a year. And that's not all. Roof gardens also help clean the air in the city, so that's good for people's health. And they're a great place to meet people and make friends. It sounds great, Miriam. We need more community roof gardens like that in our city. بعد ما سمعنا عايزك كل مرة تعيد الفيديو ده تاني، توقف الفيديو عند المحادثة ما بين نبيلة ومريم، ماشي، وتسمعه مرة واثنين وثلاثة عشان تاخد على سماع اللغة الإنجليزية بصوت تاني، اوكي؟ وتفهم المحادثة أكتر. تعال نكمل بقى. يبقى احنا سمعنا المحادثة أول. تعال نشوف يا ترى ايه الأسئلة اللي عندنا النهاردة. بيقول لي listen again and check the foods Mariam mentioned. التمرين ده جميل. التمرين بيقول لي ايه؟ بيقول لي listen and read again. يبقى بيقول لي اسمع واقرا تاني المحادثة، تمام؟ وcheck the foods Mariam mentioned، يعني وعمل علامة صح عند الطعام اللي مريم قالت. يا ترى مريم قالت ايه وايه 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 وايه؟ تعال نشوف كده ايه الأطعمة اللي احنا موجودة عندنا. ايوه potatoes، tomatoes، شاطر، peppers، pineapple، onions، ايه ده؟ lettuce، lemon،
وايه كمان وديتس. يا ترى ايه الأطعمة اللي مريم قالتها من الأطعمة دي؟ ايه الأطعمة اللي اسمها جات في المحادثة من الأطعمة دي؟ عايزك ترجع للفيديو تاني، ماشي؟ خلاص الكلام بتاع مريم ونبيلة اللي احنا لسه شايفينه اتفرج عليه تاني كمان مرة قبل ما تجاوب. تمام؟ تمام. يلا بينا نشوف بقى مين اللي عرف. ايوه اول حاجة بيتكلموا عن ايه؟ ايوه thank you onions. تمام وليتس طبعا. طب هما ايوه tomatoes وبيبرز. طب جابوا سيرة potatoes؟ جابوا؟ لا ما جابوا سيرة potatoes. طب ايه كمان؟ جابوا pineapples، dates، lemons. تعالى برافو عليك شاطرين. برافو عليك شاطرين. طيب تعالى نشوف بقى يا ترى ايه هي الأطعمة اللي قالوها. قالوا نتكلموا عن tomatoes، peppers شاطرين، onions، lettuce، lemons and dates. وقالوا كمان عن الايه؟ على الديتس اللي هي البلد. اوكي؟ طيب دي أول سؤال عندي. السؤال الثاني بيقول لي say the next line. التمرين ده تمرين جميل وبجيبه دايما في أسئلة المحادثة لأنه بيشوفك أنت يا ترى فاكر المحادثة وفاهمها ولا لأ. يعني بيقول لي يعني إيه say the next line؟ يعني قول السطر اللي بعد. نبيلة قالت حاجة وأنا عايزك تقول لي يا ترى هي مريم قالت أنهي واحدة في دول؟ تعالى نقرا مع بعض كده. يبقى نبيلة قالت لها no school tomorrow. أيوه. do you want to come to my house؟ أيوه عايزاها تيجي البيت. يا ترى مريم أيوه شاطر برافو عليك thank you. ترى مريم قالت لها thanks نبيلة I love coming to your house I don't like the community garden. يا ترى قالت لها thanks نبيلة شكرا نبيلة I love coming to your house أنا عايز أجي البيت I don't like the community garden أنا ما بحبش الكوميونتي جاردن. كده صح؟ ولا قالت لها thanks نبيلة but I always help أيوة my aunt on Friday afternoons at the community garden. صح برافو عليكم thank you شاطرين. ولاد شاطرين كلك الحمد لله شكر الله. اللي هم قالت لها فعلا إن إيه؟ إن thanks نبيلة but I always help my aunt on the community garden. دي هي اللي قالته ما قالتش كده. ما حبيتش تروح البيت عندها لأن عندها إيه؟ عايزة تروح عند عمتها سلمى عشان تروح the community garden. تمام؟ تعال نشوف السطر اللي بعده. نبيلة قالت لها the community garden what's that؟ يا ترى مين فاكر يعني إيه community garden؟ أيوه طب تعال نشوف كده الجمل اللي عندنا ونشوف يا ترى ايه هي الكوميونتي جاردن. الكوميونتي جاردن انهي واحده في دول؟ يا ترى it's a big green space on the roof of my aunt Salma's apartment block ولا it's a big green space on the farm of my aunt Salma's village. فاكرين كلمة village؟ ايوه قرية. لا دي ولا دي؟ برافو عليك ثانك يو شاطرين ممتازين. هنا بيقول لي it's a big green space on the roof على السطح of my aunt Salma's apartment block في ايوه العمارة بتاعت aunt سلمى. لكن هنا بيقول ايه it's a big green space on the farm في المزرعة of my aunt Salma's village في قرية عمتي سلمى. لا صح هو الكلام ده صح اللي هو ان هي مكان كبير اخضر على سطح ايه عمارة aunt سلمى. تمام شاطرين برافو عليكم. يلا ننقل لحاجة كمان. يلا ايه رايكم في التمرين الجميل ديت؟ طيب بيقول لي نبيلة قالت لها that's interesting what things do you grow؟ قالت لها ده حاجة شيقة. what things do you grow؟ ايه الحاجات اللي بيزرعوها؟ يلا نشوف كده مين يأتي الصح. قالت لها well we usually plant tomatoes peppers onions lettuce things people eat all the time. وقالت لها well we usually plant tomatoes garlic onions lettuce. قالت لها well we usually plant tomatoes garlic onions lettuce things people eat all the time. يا ترى قالت لها دي ولا دي؟
توماتوز وجارليك وانيون وليتس، ولا توماتوز وبيبرز وانيون وليتس؟ ايوه ثانك يو. توماتوز وبيبرز وانيونز وليتس. ثانك يو شاطرين. بعد كده بقول لي نبيلة بتقول لها and you grow all this food in the middle of the city. واو. لما نبيلة قالت لها وانتوا بتزرعوا كل ده في وسط المدينة، يا ترى مريم ردت قالت ايه؟ يا ترى ردت قالت yes it means people can grow their own fresh food and it's organic too، ولا قالت لها no لا it means people can grow their own bad food and they can use chemicals؟ شاطرين برافو عليك. ايوه صح، ده هي الميزه في الكوميونتي جاردن. كوميونتي جاردن ايوه دونت يوز كيميكال، ما بنستخدمش الكيميكال. ايوه صح، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه اللي هي it means people can grow their own fresh food، بيزرعوا الطعام الطازج بتاعهم and it's organic. لكن هنا بتقول الراجل بيقول لنا ايه؟ no لا it means people can grow their own bad food، بيزرعوا الطعام السيء بتاعهم and they can use chemicals، وبيقدروا يستخدموا الكيماويات. وده طبعا كلام ايه؟ غلط، ده طبعا كلام غلط، لكن دي هي الإجابة الصحيحة. ثانك يو شاطرين ممتازين، الله ينور عليكم شاطرين. تعال نكمل. نبيلة بتقول لها does your garden produce a lot of vegetables؟ does your garden أيوة الحديقة produce thank you تنتج خضروات كتير؟ يا ترى مريم قالت لها إيه؟ no it doesn't. From 1 square meter of roof garden we can harvest 10 kilos of vegetables a year. إيه رأيكم؟ أيوة yes it does. From just 1 square meter of roof garden we can harvest 20 kilos of vegetables a year. Thank you ولادي شاطرين ومصحصحين برافو عليكم. يبقى ديت الايه الإجابة الصح اللي هي ايه؟ ايوه ان الكوميونتي جاردن بتنتج ايه؟ 20 كيلو من الخضروات في السنة. يا ترى نبيلة آخر حاجة قالت لها ايه؟ قالت لها ايه؟ فكرة عجبتها ولا ما قلتلهاش؟ قالت لها it sounds great مريم we need more community roof gardens like that in our city. sounds great يبدو عظيمة الفكرة ديت وعايزين community garden، ولا it sounds bad؟ مريم we don't need more community roof gardens like that in our city. ايوه يبقى دي إجابة خطأ، دي إجابة خطأ مش صح. تقول it sounds bad ده فكرة سيئة؟ لا طبعا مش فكرة سيئة خالص، يبقى دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. ثانك يو شاطرين ولادي. تعال نكمل. التمرين ده خلاص. تعال نكمل بقى ونستخدم التمرين دوت. بيقول لي يا ترى عايزك تقرا الكلمات اللي فوق ديت وتكمل التلخيص بتاع النص. يعني احنا لخصنا المحادثة بتاعت نبيلة ومريم تمام، وعايزين نكمل بالكلمات اللي ناقصة فوق اللي بالأحمر ديت القطعة اللي احنا ايه كتبناها دي. طب يلا نقرا الكلمات مع بعض. عندنا أول كلمة صح شاطرين برافو عليكي on شاطر friends plants sell tomorrow. عارفين كلمة tomorrow يعني غدا. تعالى يلا نقرا مع بعض واحدة واحدة ونشوف يا ترى ايه الكلمة اللي ممكن تنحط في الأماكن الفاضية دي. بقول لي نبيلة asks مريم، نبيلة بتسأل مريم to go to her house. ايه رأيكم؟ ايوه يبقى نبيلة بتطلب من مريم ان هي تروح البيت بتاعها امتى يا ترى؟ ايوه tomorrow غدا. يبقى أول كلمة خدناها اللي هي كلمة ايه؟ tomorrow اللي هي غدا. يبقى نبيلة كانت عايزة مريم تروح عندها البيت بس امتى؟ tomorrow غدا. But مريم goes to help her. ايوه برافو عليك thank you. يبقى مريم بتروح تساعد مين؟ thank you شاطر برافو عليك. friends ولا aunt؟ برافو عليك بتساعد aunt يعني عمتها on Fridays في أيام الجمعة. طيب they work in a community garden
on the. يا ترى أيوة بيعملوا في community garden فين المكان؟ on clean, on the clean ولا friends ولا grow ولا plants ولا roof ولا cell؟ يشتغلوا فين؟ أيوة thank you roof على السطح of an apartment block في الحديقة في العمارة السكنية. طيب they ايه؟ vegetables and fruit. بيعملوا ايه في vegetables and fruit؟ thank you صح برافو عليك grow. واحد بيقول plants لكن plant هنا معناها نباتات ماشي، لكن هنا grow هي اللي صح. يبقى they grow vegetables and fruit for people in the local area. local area يعني المنطقة المحيطة اللي هي معناها كلمة neighborhood. طيب and sometimes they nugget them too. وأحيانا بيعملوا إيه في الخضروات والفاكهة؟ أيوة برافو عليك thank you يبيعوها يعني إيه؟ شاطر برافو عليك sell بيبيعوها they sell them too. مريم thinks the community garden is a good idea. مريم تعتقد community garden إيه؟ فكرة جيدة. Because the nugget also help to nugget the air. أيوة بتعمل إيه في الهواء؟ thank you clean the air. طيب لما هي بتساعد الهواء the air also help. إيه اللي بيساعد إن إحنا clean the air إن إحنا ننظف الهواء بتاع المدينة بتاعتنا؟ أيوة الله ينور عليك. يبقى كلمة إيه؟ plants. يبقى the plants also help to clean. يبقى النباتات أيضا بتساعد في إيه؟ في تنظيف the air الهواء in the city. And the garden project is a good place to make new. والمشروع بتاع الحديقة دي اللي هي community garden بيكون مكان جميل عشان نصنع إيه؟ أيوة friends أصدقاء، عشان نصنع أصدقاء جداد. thank you شاطرين ولادي الطيبين thank you برافو عليكم. إيه رأيك في التمرين الجميلة ديت؟ يلا بينا ندخل على تمرين جديد. أيوة إيه رأيك في الإنسان الآلي ديت AI type يعني وقت الذكاء الاصطناعي. والأول مرة في أي مكان مش هتلاقي الكلام ده في أي مكان إن إحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي الحاجة الحديثة خالص اللي الناس كلها بتتكلم عنها دلوقتي في شرح المنهج بتاعنا. AI time اللي هو وقت الذكاء الاصطناعي. تمام بنسأل الروبوت الإنسان الآلي بتاعنا نقول له والله تعالى اعمل لنا أسئلة على القطعة اللي إحنا قرناها أو المحادثة اللي إحنا قلناها دلوقتي وبنحل إحنا الأسئلة دي. تعالى يلا نشوف الأسئلة بتاعت الإنسان الآلي دي بتقول إيه. يلا بقول إيه What does نبيلة offer to do on Friday afternoon؟ يا ترى نبيلة بتعرض إن هي تعمل إيه يوم الجمعة بعد الظهر؟ بتعرض إيه على مريم عشان تعمله؟ go to the movies, go to the park, go to her house ولا help مريم at the community garden؟ يا نبيلة كنت عايزاها تعمل ايه معاها يوم الجمعة؟ أيوة thank you شاطرين برافو عليك. go to her house تروح البيت بتاعها. السؤال الثاني what is the community garden؟ ايه هي الحديقة المجتمعية دي؟ تعالى نقرا كده ونشوف يا ترى ايه هي الحديقة المجتمعية؟ أنه تعريف الصح. a big green space on the roof of an apartment block. a group of volunteers who grow vegetables. a place where people can buy fresh food. ولا all the above؟ all the above يعني معناها كل اللي فوق ده. تعال نقوله تاني كده ونشوف. a big green space أيوة مساحة خضراء كبيرة on the roof of a أيوة دي صح فعلا هي مكان كبير على سطح العمارة ومكان أخضر. طيب a group of volunteers who grow vegetables مجموعة من المتطوعين اللي هم بيزرعوا خضروات برضه صح. a place where people can buy fresh food مكان الناس بتقدر تشتري منه الطعام الصحي.
أيوة صح، احنا قلنا بياخدوا طعام ويبيعوه، يبقى إيه؟ كل الحاجات دي صح. يبقى مكان كبير أخضر على سطح وبيزرعوا فيه فولنتيرز متطوعين خضروات، والناس بتقدر تشتري منه طعام طازج. يبقى إيه صح؟ برافو عليك. all the above، كل الحاجات ديت معناها كلمة community garden. شاطرين، برافو عليكم، ممتازين. What are some of the vegetables that are grown on the community garden؟ ايه هي يا ترى امثله للخضروات اللي بتنزرع في الكوميونتي جاردن؟ شاطرين، يلا قولوا كده. ها؟ ولا ايه رايكم يا ترى بنزرعوا ايه في الكوميونتي جاردن من دول؟ tomatoes, peppers, onions, lettuce, lemons, dates, apples, orange, carrots, potatoes, corn, peas، ولا all of the above، كل دول؟ ها ايه رايكم؟ ثانك يو، شاطرين، برافو عليكم جدعان خالص. بنزرع tomatoes, peppers, onions ولتس. ايوه هي دي الاجابه الايه الصح. طيب why is the community garden important؟ ليه يا ترى الكوميونتي جاردن مهم؟ ايه المميزات بتاعت الكوميونتي جاردن؟ ايوه ها، طب قولوا انتوا كده قبل ما نقرا. ايوه صح، vegetables و fruits، بتدينا vegetables و fruits، grow vegetables and fruits. ايوه make friends، نصنع اصدقاء. ها ايوه clean the air، بتنظف الهواء. اوكي، طب تعال نشوف كده اللي موجود. بتقول it provides fresh food for people in the neighborhood. provides يعني بتمد، هي بتمد الجيران بإيه؟ بالطعام الطازج. it helps to reduce pollution، يعني بتساعد في تقليل التلوث. it creates a sense of community، بتخلق نوع من المجتمعية، يعني تخلي الناس تعرف على بعضها. ولا all of the above، كل اللي فوق دولت صح؟ ايوه كل اللي فوق دولت صح. ثانك يو، برافو عليك، شاطرين. طيب what type of fertilizer؟ فاكرين كلمة fertilizer؟ ايوه السماد. is used in the community garden، بيستخدم في الايه؟ في الحديقة المجتمعية. ايوه ثانك يو، شاطر، برافو عليك، الولد ده شاطر وحافظ كلمة ايه؟ ايوه natural fertilizer. يا ترى natural fertilizer chemical fertilizer both natural and chemical، يعني both يعني كل من الناتشرال والكيميكال، بيستخدموا المواد الكيماوية والطبيعية كمان، ولا none of the above، ولا واحدة من دول؟ لا هي الصح ايه؟ ثانك يو، برافو عليكم، natural fertilizer. اوكي شاطرين، برافو عليكم. طب نيجي للأسئلة دي برضه. بيقول لي how many kilos of vegetables can، ايوه برافو عليك، ثانك يو، شاطر، برافو عليك. احنا كنا ما كملناش السؤال دوت وانت فاكر اهو، ثانك يو. يبقى how many kilos of vegetables can be harvested from 1 square meter of roof garden؟ يا ترى بنقدر نحصد قد ايه harvest من متر واحد مربع من الحديقة بتاعت السطح؟ ها 20 kilos of vegetables can be harvested from 1 square meter of the roof garden، يبقى 20 كيلو. طيب what are the other benefits of roof gardens besides producing vegetables؟ ايه يا ترى الفوائد التانية بتاعت الكوميونتي جاردن بجانب انتاج الايه؟ الخضروات. ها will roof gardens also help clean the air، تنظف الهواء in the city which is good for people's health. They are also a great place to meet people and make friends، مكان عظيم عشان تقابل الناس وتصنع صداقات. Why are community roof gardens important؟ ليه ال community roof gardens important مهمة؟ ها أيوة نفس الأسباب ديت. طب تعال نشوف كده. Community roof gardens are important because they provide fresh vegetables، fresh food for people، بيدوني طعام طازج للناس.
in the city. وكمان help reduce pollution بيساعد في تقليل التلوث and create a sense of community وتخلق نوع من المجتمعية. Okay. Thank you. لحد هنا حبايبي الطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بنكون انتهينا الحمد لله شكر لله من شرح الدرس الأول. إن شاء الله بإذن الله عايزك بعد ما تخلص سمعان الفيديو، لو أنت بتشاهد الفيديو على اليوتيوب حاول توصل لموقع Think with Mr. أحمد، هتلاقي الرابط تحت الفيديو. اوكي. لو أنت على الموقع بتاعنا Think with Mr. أحمد هتنزل تحت وتبدأ تحل الامتحان اللي على الدرس الأول. Thank you and see you later. أراكم فيما بعد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.